بس يعني ما تعملش حاجة عشان الحرب ده مش سهل. ماشي يا مولانا. السلام عليكم. معقول جراح عمل فيا كده وهو حربي، وعاملين نفسهم بيدوروا معاي، وكمان طالبين مني 1,000,000 جنيه لأجل إنهم يرجعوا مروان، وهم أعز أصحاب لي. طيب وإيه السبب؟ ده حتى عمري ما زعلت حد ولا بجيب في سيرة حد، وبيبكوا معاي على فراق مروان. جاه الوقت اللي كل حق يرجع لأصحابه. حازم علي، ربنا يسترها. ايوه حازم. الو. ايوه يا جراح. خير يا حازم. تعال بسرعة عايزك. لي في حاجة عليا. تعال لما تيجي بقول. عم انت فين وانا اجي لك؟ تعال على طريق السفور اللي مقرب. طب ماشي سلام. انا رايح الحازم. طيب فين؟ عزم مشوار الدوم جاي تاني. خلي بالك على الوقت. خلاص روح. رد وراي فرعون. جراح. حازم. ايه ده حازم؟ ليه ده حازم مش مدعي لك؟ يا معرف شاي. فين يا حازم؟ شافية. مين اللي وزك عليه وخلاك تعمل كده؟ انا مش فاهم انت بتحكي عليها. مين اللي خلاك تعمل كده معاي وتخطف مروان؟ انا ما اعرفش حاجة عن الموضوع ده يا حازم، وانا مستحيل اعمل معاك كده. هتقول مين ولا اقتلع؟ يعني انت عايز تعرف مين ايوه. اللي ورا الموضوع ده؟ حربي. يعني الشيخ ما قدرش. هو حربي، هو اللي خلاني خطفت مروان، مقابل 1,000,000 جنيه خلاني شريك معاه في الجريمة، انا وواحد تاني بس انت مش هتعرفه. واحد تاني؟ مين ده؟ واحد اسمه فرعون بس انت مش هتعرفه. ازاي هان عليك تعمل كده مع صاحبك اللي دخلك بيته ونومك على فرشه؟ ازاي هان عليك العيش والملح تعمل كده معاي؟ يا اخي ده انا فتحت لك بيتي يوم ما كانوا الديانة طايرين وراك من البلد، خلوك بعت بيتك، سابوك مرمي زي الكلب في الشارع. انت وحرب بلية في الارض، وانا المفروض علي اقتلك دلوقتي. انت فاكر بعد ما تقتلنا هتوصل لاخوك؟ حربي نوم ناشف، لو فكرت ان هو يوصل تحت ترسك هيكسرهولك. قسما بالله ما تقتلني لحرب يقتل اخوك. لا ما تقلقش، هبعتهم لك يونسوك في الطريق.